هاي، ازيكم؟ انا ندى. وحشتوني. احنا بقالنا تقريبا اكتر من شهر ما قعدتش القعده دي، ما صورتش اي فيديو. بس والله العظيم انا هقول لكم، هكلمكم بصراحه، يعني مع ان دي يعني مش عارفه بقى بجد حاجه عبث قوي الصراحه اللي انا هحكيه دلوقتي، بس مش مهم هحكي لكم، يعني انتوا زي اخواتي. اول حاجه، انا اقسم بالله انا صورت الفيديو ده قبل كده مره وكان منظم اكتر من كده، يعني اكتر من اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، لان بجد الفيديو اللي انا هتكلم فيه دلوقتي يعني هتكلم فيه بطبيعيه اكتر، يعني مش هبقى محضره كلام او كده. الفيديو اللي فات كنت كاتبه سكريبت ومحضره كلام وكده، عشان كان ساعتها كنا احنا لسه ما بدأناش رمضان، يعني كنت مصوره الفيديو بتاع ازاي ننظم وقتنا في رمضان ده قبل ما رمضان يبتدي اصلا بكذا يوم، تمام. وقلت بقى ان انا هنزله لكم قبل رمضان وكده، تمام. جيت ان انا بعد ما صورت الفيديو خلاص، وجايه بقى ان انا بمنتجه اصلا عشان انزله كمان ساعتين خلاص، الاقي الفيديو الصوت بتاعه بايظ، يعني مش موجود، انا بتكلم ومفيش صوت طالع من بقي. تقريبا كان في مشكله في المايك وانا بسجل، يعني منه لله ده لان هو ما سجلش صوت خالص او ما اعرفش ايه اللي حصل يعني. المهم ان انا ساعتها بصراحه فقدت الشغف خلاص، وقلت ان انا يعني انا كان المفروض مثلا ان انا لقيت الفيديو باظ او مصور غيره، لا بجد فقدت الشغف وقلت مش هصور. وادينا اهو تقريبا داخلين على 10 يوم رمضان وانا يعني ما رجعتش عن كلامي، ولسه فاقده شغف ولسه مش ناسيه اللي حصل فيا، بس قلت بقى ان انا اتشجع النهارده واقوم اصور. وبالذات على فكره انا بيجي لي التشجيع للتصوير بالليل، فانا بطبعي ما كنتش، او من زمان من اول ما بدات تقريبا بحب اصور الصبح عشان ضوء الشمس وكده. بس قلت يعني كل يوم اقعد اقول هصور بكره الصبح، هصور بكره الصبح، ما بصورش. والحماس بيجي لي كل يوم بالليل وما بقومش اصور. فقلت لا، النهارده لازم بقى ان انا اقوم اصور معاكم. وبالذات كمان انا صراحه زهقانه من المذاكره، فقلت اصور لكم فيديو كده. بس الفيديو ده زي ما قلت لكم هيكون طبيعي اكتر، لان انا اصلا هحكي لكم انا يومي بقى بيمشي ازاي. يعني انا مثلا لو الفيديو ده كنت نزلت لكم الفيديو الاولاني اللي كنت عاملاه قبل رمضان، كنت هحكي لكم ازاي يومي هيمشي، وكنت كمان مدياكم طريقتين لنظام اليوم وكده. انا جربت الطريقتين وهقول لكم صراحه اللي نفعت معايا اكتر، وفي اخر الفيديو برده هقول لكم على الطريقه التانية عشان انتوا تشوفوا اللي يناسبكم. بس انا هكلمكم على الطريقه اللي نافعه معايا ومناسبه معايا دلوقتي، فانا يعتبر هبقى بدردش معاكم وبحكي لكم يومي بيمشي ازاي. فبس كده من غير ما اطول عليكم اكتر، يلا بينا نبتدي. اول حاجه هي انه في النظام اللي انا ماشيه بيه دلوقتي ان انا يومي تقريبا بيبتدي بالليل، وغالبا معظمنا كده في رمضان ان احنا كلنا بنسهر طول الليل وبننام شويه الصبح وبعد كده نبتدي نصحى نكمل يومنا عادي. فانا يومي بيبتدي من بعد صلاه التراويح او من بعد الفطار، خلينا نقول ان احنا بعد الفطار بنفطر عادي جدا. وبعد الفطار بقى بيكون في الدوشه بتاعت بعد الفطار بقى، سواء غسل مواعين سواء قاعده مع الاهل شويه نقعد نشرب حاجه نقعد نتكلم شويه. المهم ان هم ايه الرباعيه اللي بتبقى بين المغرب والعشاء دي. وبعد كده بننزل صلاه التراويح، سواء انتوا بتنزلوا تصلوها في الجامع او بتصلوها في البيت. انا عن نفسي بحب ان انا انزل اصليها في الجامع، لان ده بيشجعني وبيلزمني اكتر ان انا لا في صلاه تراويح لازم اصلي. لكن مثلا لو قعدت وصليتها في البيت ممكن تكون متكروته شويه، ممكن اللي هو يوم اصلا اكسل ما اصليش التمانية على بعضهم هكذا. فبحب ان انا انزل صلاه التراويح احسن. وكمان كويس، احلى حاجه الحمد لله ان انا مش بنزل لوحدي، اخواتي بيجوا معايا، اصحابي بيجوا معايا، فبنشجع بعض، فدي حاجه كويسه جدا. ان انتوا لو بتكسلوا تنزلوا اختاروا حد تنزلوا معاه كل يوم، فلو حد كسل النهارده تشجعوا بعض وتنزلوا باذن الله. وصلاه التراويح ليها اجر عظيم جدا، الدعاء فيها بجد يا جماعه. انا بقول لكم اهو احنا في 10 يوم رمضان، انا دعيت بدعوات في حاجات منهم اتحققت دلوقتي اقسم بالله بجد والله العظيم مش بهزر. فالدعوه او هي الدعوات عامه طبعا مستجابه، يعني في اي وقت وفي اي مكان ربنا بيستجيب للدعوات. وربنا قال وادعوني استجيب لكم. بس فزي ما بقول لكم، يعني انتوا كمان لو عندكم حاجه حابين تدعوا بيها انزلوا وادعوا في صلاه التراويح. طبعا مش صلاه التراويح هي اساس استجابه الدعوات، بس بجد هيفرق معاكم جدا. وكمان لو اخترتوا جامع الشيخ اللي فيه بيقرا بصوت كويس، فدي حاجه هتساعدكم جدا وهتبقوا اصلا مبسوطين وانتوا واقفين بتصلوا. بس ده مش شرط اساسي، مش شرط عشان احنا نازلين نصلي تراويح ان احنا لازم نبقى مبسوطين، ان احنا لازم نبقى مرتاحين. لا بالعكس، احنا المفروض ان احنا نازلين نجاهد نفسنا، ونازلين ان احنا زي ما بنقول كده نجبر نفسنا ان احنا نازلين نعمل حاجه لوجه الله. نعمل حاجه اصلا المفروض ان هي سنه مش فرض علينا، فهي يعني حاجه ليها اجر عند ربنا ان احنا بنجاهد نفسنا عشان ننزل نعملها. مش نبقى مثلا مقتنعين اللي هو انا ما بحسش في صلاه التراويح يبقى انا خلاص كده ما انزلش اصلي. انا ساعات مثلا بسرح، انا ساعات مثلا بتعب بصلاه التراويح، الشيخ لما بيطول في الايه انا رجلي بتوجعني فمش هنزل صلاه التراويح. لا بالعكس، انت هتاخد جزاء وثواب على اللي انت بتعمله ده، عشان انت بتجاهد نفسك وبتنزل تعمل حاجه زي كده. انا طولت في الموضوع شويه بس هو مهم، وده يعني ده اصلا الراي ده، دي حاجه انا كنت سامعاها فحبيت ان انا اقولها لكم. تمام، بعد ما خلصت صلاه التراويح بتخلص تقريبا على 8 ونص، يعني بكتير قوي لو الامام بيطول في الايات او كده 9 الا ربع، يعني ما اعتقدش ان في حد بيطول على كده، تمام. وبرده لو انتوا مثلا الجامع بعيد عن بيتكم، فلنفترض خالص بالكتير قوي ان انتوا ضيعتوا وقت كبير جدا وخلاص وصلتوا البيت الساعه 9، تمام. اول ما بندخل من البيت بنريح برده 10 دقائق كده مفيش مشكله. 10 دقائق 10 دقائق، يعني مش بنريح من 9 ل 10، لا عشان نبتدي ان احنا نظبط المواعيد كده شويه.
فانا زي ما بقول لكم ده اللي انا بعمله، تمام. ان انا مثلا بعد ما بروح باذن الله من صلاه التراويح ببتدي بقى ان انا خلاص مثلا لو عايزه اعمل لي كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، اي حاجه. لان انا بجد الايام دي يا جماعه مش عارفه ليه دايما بعد الفطار بيجي لي صداع، فقولوا لي بجد لو انتوا كده انتوا كمان، واحساس بان انا عايزه انام كمان، بس الصراحه ما بنامش الحمد لله يعني. وانتوا لو هودتوا نفسكم ونمتوا هتناموا وتضيعوا الليله، لكن لو انتوا شربتوا بس حاجه سخنه نسكافيه شاي مش عارف ايه، خلاص دماغكم هتظبط والدنيا هتبقى 100 100. فببتدي بقى ان انا اعمل لي حاجه اشربها واقعد عشان اذاكر. يعني انا لسه والله العظيم كنت بذاكر زي ما بقول لكم دلوقتي، بس انا بادئه من بدري، يعني الساعه دلوقتي اصلا داخله على 11 ونص. فانا بادئه من بدري وخلصت شويه حاجات، وقلت بقى ان انا ايه اخد بريك شويه من المذاكره واصور لكم الفيديو. فببتدي بقى ان انا في الوقت ده بذاكر. انا طبعا مش بذاكر يعني ساعات متواصله، ومش بحسبها بعدد الساعات. يعني انا مثلا ممكن اذاكر في يوم ساعتين، وممكن اذاكر في يوم تاني 6 ساعات، الله اعلم. يعني مش ان انا بعمل كده، بس يعني ايه على حسب الحاجات اللي ورايا، على حسب انا عايزه اخلص ايه النهارده، على حسب انا عندي ديدلاينز لحاجات ايه معينه. يعني لو عندي امتحان مثلا لازم اقعد اذاكر، وسواء بقى المذاكره الامتحان دي خدت ساعتين، خدت 3، خدت 4، تاخد زي ما تاخد، وذاكرت للامتحان. في حاجات تانية برضو لازم اخلصها مع الامتحان، فده ممكن ياخد مني وقت اكبر، فاهمين قصدي؟ فانتوا ذاكروا زي ما قلت لكم بنظام، ان انتوا تحددوا لنفسكم زي مهام معينه او حاجات معينه، مواد معينه عايزين تخلصوها النهارده. مش فكره اللي هو انا هذاكر 4 ساعات و5 ساعات والكلام ده، عشان ده كله كلام فاضي، تمام. يعني انت ممكن تذاكر 4 ساعات بس بكفاءه ساعه ونص بس، تمام. فلا، ذاكر ساعه، ساعه ونص بكفاءه احسن ما تذاكر 4 ساعات من غير كفاءه، ماشي؟ ده مش بقول لكم ان انا في حاجه غلط بجد في تصوير الفيديو ده. تاني مره تصوير الفيديو قطع عليا وانا بصور، بس الحمد لله يعني اخدت بالي وبعيد تاني اهو. بس انا مش فاكره انا كنت واقفه فين الصراحه بالظبط. بس انا تقريبا كنت بتكلم عن حته عدد ساعات المذاكره ومش عارف ايه. المهم بقى ان احنا نبتدي ان احنا نعمل ايه. آه نسيت بجد. ان انا بعد ما بخلص مذاكره بقى مثلا ممكن ان انا، يعني انا ساعات في ايام بظبط نفسي ان انا اخلص على 12، تمام. فمثلا من 9 ل 12 كويس قوي، يعني 4 ساعات كفايه جدا ان انتوا تخلصوا. لو انتوا وراكم حاجات عايزين تخلصوها، خدتوا اكتر من كده كويس، خدتوا اقل من كده كويس. انا ساعات باخد اقل من كده، ما اعتقدش بصراحه ان انا باخد اكتر من كده غير لما يكون ورايا مذاكره كتير ويكون ورايا امتحانات. يعني اليومين اللي فاتوا دول كان ورايا امتحانات، كنت بزود فعلا عن ميعاد المذاكره ده. بس في الايام الطبيعيه بتهيألي ان ده كفايه تبتدوا انتوا تخلصوا الحاجات اللي وراكم. زي ما بقول لكم هي مش بعدد الساعات على قد ما هي بعدد الحاجات اللي انتوا بتخلصوها. فانا زي ما بقول لكم عدد الحاجات اللي انا بحددها غالبا بتخلص في الفتره دي، ممكن اكتر ممكن اقل. المهم ان احنا خلصنا اللي ورانا مثلا فلنفترض على الساعه 12. انا شخصيا من الساعه 12 بقى او من الساعه 1 او الوقت ده كله انا يعني بقعده، ما بفضل صاحيه عشان اصلي الفجر. لان انا لو نمت مش بعرف اصحى الصراحه لصلاه الفجر، وبالذات في الايام اللي احنا فيها دي نحاول ان احنا ما نضيعش صلاه الفجر. فانا بفضل صاحيه لحد صلاه الفجر. الوقت ده ممكن بقى ان انا امسك في الموبايل براحتي، عايزه اقرا شويه، مثلا انا يعني اي حاجه انا بعملها بصراحه يعني بحس ان هو الوقت الفاضي عندي في اليوم. لان انا مثلا في باقي اليوم بعمل حاجات تانية زي ما هقول لكم عليها دلوقتي، ممكن ما اقعدش امسك الموبايل. ففي الوقت ده هو ده الوقت اللي ممكن امسك فيه الموبايل، ممكن اقعد مع اخواتي بتاع مش عارف ايه. يعني يعتبر هو الوقت الترفيهي عندي في اليوم او الوقت الضايع زي ما بنقول. لان انا خلاص خلصت الحاجات اللي ورايا فبراحتي بقى. وده طبعا ما يمنعش ان احنا ممكن نستغل الوقت ده في ان احنا نقرا قران، ان احنا نصلي قيام ليل، ان احنا نعمل يعني حاجات برضو في الشهر الكريم اللي احنا فيه ده اكتر. فعادي براحتكم برضو تقدروا تخصصوا وقت من او جزء من الوقت ده في حاجه زي كده. بعد كده لما الفجر بيأذن بنام، يعني بصلي وبنام. وبعد كده باذن الله بنام تقريبا من 5 لحد 12 غالبا، يعني 7 ساعات كويس قوي. وممكن ازود لو انا ما عنديش دروس. يعني انا بظبط بصراحه مواعيد نومي على حسب الدروس اللي عندي. يعني في ايام مثلا انا عندي الدرس اصلا الساعه 11، وانا زي ما بقول لكم ما بعرفش انام غير يعني لازم اصلي الفجر وانام. فبنام الساعه 5 عادي جدا، الساعه 5 الفجر بعد ما بصلي. وبصحى طبعا الساعه 10 ونص عشان الدرس. ساعات كمان بصحى من 10 عشان اجهز للدرس يعني وكده. وبعد كده باذن الله لما ارجع من الدرس اقدر ان انا اعوض النوم اللي انا ما نمتوش، او ان انا انام بدري شويه في اليوم اللي بعديه، فاهميني؟ او انام اكتر، يعني انام الساعه 5 وانام لميعاد اكتر، فاهميني؟ يعني فانا بظبط مواعيد نومي على حسب الدروس اللي ورايا. فانا لو عندي درس الساعه 12 مثلا هصحى الساعه 11، هصحى الساعه 10، وهكذا بقى. بصحى قبل الدرس بساعه او ساعتين عشان برضو ابقى فايقه كده، ما اصحاش على الدرس على طول يعني، تمام. فلنفترض ان انا في اليوم ده مثلا عندي درس الساعه 1 مثلا، فانا هصحى الساعه 12، تمام. صحيت الساعه 12 وقمت بقى وصحيت وبتاع وفوقت شويه ولبست ورحت الدرس. كان عندي درس مثلا الساعه 12 والساعه 1 مثلا والساعه 4 مثلا. المهم ايا كان عندي عدد الدروس دي. خلصت الدروس اللي ورايا وروحت البيت. روحت البيت بقى ايا كان الوقت اللي انا بروح فيه البيت. انا ما بذاكرش بصراحه في الوقت اللي هو بيبقى قبل الفطار ده. جربت ان انا في اول رمضان اذاكر فيه، حسيت ان انا بذاكر يعني الفعاليه بتاعتي قليله جدا. كنت بذاكر ساعات، مره كنت بحل بجد حليت حاجات كتير قوي غلط، والمشكله ان انا كنت مقتنعه انها صح. فاكتشفت بقى ساعتها ان ده بيبقى قله تركيز، ان هو انت مفكر ان انت مركز وحالل وبتاع، بس انت اصلا دماغك مش قادره ان هي تفكر، فبتقنعك ان هي دي الاجابه الصح وخلاص يا عم اختارها وخلاص، تمام.
بس ممكن في الوقت ده تعملوا الحاجات اللي ما بتاخدش مجهود قوي، زي مثلا ان انتوا لو وراكوا حل حاجات اللي هي بتبقى ايه مش عايزه تفكير، يعني حاجه نظري مثلا او كده، يا دوبك بس هتحلوا عليها وخلاص. فاهمين قصدي؟ لو انتوا مثلا بتحبوا تشغلوا دماغكم او كده، يعني انت مثلا ليكوا في الرياضه تمام وبتحبوا تحلوها، ويعني مش اللي هو هتحتاج منكم تفكير عالي، لا اقعدوا حلوا رياضه. لكن لو انتم من النوع اللي هو لا لازم اقعد افكر في الرياضه وافكر في المساله كويس، لا بلاش تحلوا قبل الفطار. فاهمين قصدي؟ فهي بتختلف من شخص للتاني. شوفوا ايه هي اسهل ماده واسهل حاجه تقدروا ان انتوا تحلوا فيها وحلوها. لكن طبعا كمذاكره ان انتوا هتقعدوا تحفظوا معلومه او تفتحوا كتاب بقى وتذاكروا مذاكره، لا ده طبعا بعد الفطار وش يعني، لان انتوا كده لو عملتوا كده قبل الفطار هتبقوا بتضيعوا مجهودكم على الفاضي. والاحسن برضو ان احنا نستغل الوقت اللي قبل الفطار ده في ان احنا نكون بنقرا قران، بنقرب من ربنا، بنعمل اي عبادات، يعني نستغل الوقت ده في حاجه زي كده. وزي ما قلنا المذاكره بتبقى بعد الفطار او بعد التراويح، لانه ده احسن وقت ليها. زي ما اقول لكم بنكون مركزين اكتر. وكمان يعني الوقت اللي هو بيبقى قبل الفطار ده بيبقى يعني احسن ان احنا ندعي فيه، زي ما بقول لكم نقرا قران ونتقرب الى ربنا والكلام ده كله. وبس كده يعتبر هو ده النظام اللي انا بمشي بيه. زي ما بقول لكم برده هو مش نظام ثابت، يعني بيختلف من يوم للتاني. يعني ممكن مثلا في اوقات مثلا قبل الفطار انا يكون مركزه شويه وعندي سن التركيز، زي ما بقول لكم اقعد احل شويه حاجات. لا في اوقات قبل الفطار يكون الواحد مش قادر ان هو يفتح اي حاجه، فيأجل الحاجات لبعد السحور، فان هو هيراقب او هيزود عليه حاجات شويه بعد السحور بس هو ما عملش قبل الفطار. وهكذا يعني الحاجات ساعات بتختلف من وقت لوقت شويه، بس هو ده تقريبا النظام اللي انا ماشيه بيه. النظام التاني بقى هقوله لكم على السريع كده عشان لو انتوا حابين تنفذوه، هو برده يعني فعال جدا وكويس جدا، بس هو عايز ناس معينه. اللي هو ان انتوا بتبداوا يومكم بقى من بعد صلاه الفجر. يعني انتوا بتناموا مثلا على الساعه 10 مثلا بالليل، لما ترجعوا مثلا من صلاه التراويح 9 10 ولا حاجه بالكتير تناموا، يعني تناموا بدري وتكونوا متسحرين قبل ما تناموا. او مثلا لو عايزين تصحوا قبل الفجر بنص ساعه تتسحروا مفيش مشكله. ويكون ميعاد صحيانكم او يومكم بيبتدي بعد الفجر، ان انتوا بتبتدوا بتصحوا بتصلوا الفجر وتبتدوا يومكم عادي جدا، تذاكروا مثلا لحد ميعاد الدرس اللي عندكم. يعني انتوا مثلا هتبتدوا تذاكروا من الساعه 5 وانتوا عندكم مثلا درس الساعه 9 او درس الساعه 11، فتبتدوا انتوا تذاكروا لحد الوقت ده. وبرده زي ما قلنا على فترات متقطعه، وتذاكروا بنظام يعني يكون مريح ليكم، النظام اللي يعجبكم. وبعد كده تنزلوا الدروس بتاعتكم عادي على مدار اليوم. ولما ترجعوا برضو الوقت اللي قبل الفطار ده حاولوا ان انتوا تخلوه للروحانيات، للعبادات، لقراءة القرآن، للدعاء، للكلام ده كله، لمساعدة اهلكم في البيت، للقعدة مع اهلكم. يعني دي هتبقى انسب وقت الصراحة لحاجة زي كده. وبعد كده بعد الفطار بتفطروا عادي مع اهلكم، وبرده دوشة المطبخ والمواعين لو انتوا بنات، طبعا لو انتوا ولاد هتفضلوا قاعدين عادي. وبعد كده تنزلوا تصلوا التراويح، ولما ترجعوا من التراويح باذن الله تناموا. وهكذا بقى الموضوع ده طبعا هيبقى انتاجي جدا، لان الصلاه بعد او المذاكره بعد الفجر من احسن الاوقات للمذاكره. هيبقى ذهنكم صافي جدا، هتكونوا لسه ما جوعتوش، هتكونوا تقريبا لسه واكلين يعني من ساعه ولا حاجه، فهتكونوا ما جوعتوش. فكمان طبعا هيبقى زي ما قلت لكم فيها بركه. وكمان انتوا لما احساس ان انتوا بتذاكروا كده والشمس بتطلع عليكم، يعني انتوا بتذاكروا مثلا وفاتحين الشباك، بجد احساس حلو قوي ان انتوا بتذاكروا. بعد كده واحده واحده بيبتدي النهار يطلع جنبكم. انا بحس كده الصراحه. يعني قولوا لي برده لو انتوا زيي، ان انا في الوقت لو انا بذاكر في مره مثلا الصبح او كده، وكنت بذاكر قبل ما الشمس تطلع، بعد كده الشمس ابتدت تطلع عليا وانا بذاكر، بحس احساس حلو ما اعرفش ليه. فيعني دي نقطه حبيت اقولها برده. بس كده هم دول النظامين، وهم دول احسن نظامين للمذاكره. يعني بالنسبه لنا في النظامين عامه الوقتين اللي احنا نقدر نذاكر فيهم هم يا اما بعد السحور لحد ميعاد الفجر، يا اما بعد الفجر لحد بقى ميعاد مثلا ما ننزل دروسنا، او لحد ما نخلص الحاجات اللي ورانا زي ما قلنا. تمام. بس كده هو ده يعني الفيديو بتاع النهارده. زي ما بقول لكم انا مش محضره له خالص، كنت بتكلم معاكم بعفويه جدا. كلمتكم عن ازاي يومي انا بيمشي، وقلت لكم برده نظام تاني تقدروا ان انتوا تستخدموه. ممكن على فكره انتوا تمزجوا ما بين النظامين. يعني انتوا مثلا فلنفترض ان انتوا في يوم رجعتوا تعبانين قوي من الدروس ما قدرتوش، وحتى ممكن يومها ما قدرتوش تنزلوا صلاه التراويح، يا دوبك فطرتوا ونمتوا مثلا. تمام. نمتوا وصحيتوا الفجر، وانتوا اصلا المفروض ان انتوا نظام مذاكرتكم ان انتوا بتذاكروا قبل الفجر. هل خلاص بقى انتوا كده ما تذاكروش النهارده ونبقى ناجل مذاكرتنا لتاني يوم بالليل؟ لا عادي، ممكن نذاكر من بعد الفجر، نبتدي ان احنا نذاكر عادي لحد ما ننزل دروسنا. وبعد كده بعد ما نرجع من الدروس نكمل يومنا عادي. ونيجي بقى احنا خلاص احنا كده يعني مش عايزين ننام. تمام. نبتدي ان احنا بقى من بعد صلاه التراويح نذاكر وننام في ميعاد يومنا الطبيعي ونمشي يومنا عادي. فيعني عادي نقدر ان احنا نمزج ما بين الروتينين عادي، مفيش اي مشكله. بس كده هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت بجد ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس ان افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اتكلم عنها بعد كده، لان من اكتر العوامل اللي بتخليني اتاخر في تصوير الفيديوهات ان انا ساعات ما بيبقاش عندي افكار. فلما وكمان ساعات بحس ان ممكن في افكار عندي ما احسش انها تعجبكم، فما احبش ان انا اصورها.
المهم يعني الاحسن بالنسبه لي ان انا اكون بصور الحاجات اللي انتوا حابينها. فيا ريت بجد اي حد عنده اي فكره حابب ان انا اعملها الفتره الجايه في الفيديوهات يا ريت يكتبها في الكومنتس. وحتى كمان لو انتوا مش عندكم فكره معينه حاولوا تفكروا كده في شويه افكار حلوه لاختكم يعني ايه زقوا معايا اليوتيوب كده، عشان انا بجد زعلانه من نفسي قوي ان انا بقالي فتره كبيره قوي كده ما بصورش. بس في نفس الوقت اتبسطت من نفسي ان انا اتشجعت وقمت صورت النهارده. وباذن الله باذن الله هحاول ان انا التزم على قد ما اقدر الفتره الجايه في تنزيل الفيديوهات. فبس كده، بحبكم واشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.